بسم الله الرحمن الرحيم. الملف الدائري مش هنغوط قوي، احنا هناخد اول 3 حاجات، نبقى 4 بصراحه. شكل الملف والمجال يعتبروا 2، وبعدين القواعد ادي التانية، والتالتة القانون، وشكرا. مش هناخد ملاحظات النهارده، مش هناخد. فانا بعتبر شكل الملف ده رقم كام، وشكل المجال رقم، يبقى 3 4، يبقى 4 حاجات مش 3. ما علينا، حد هيعد وراك؟ ابدأ بأول حاجة. أولا شكل الملف. الملف الدائري ممكن يبقى عبارة عن حلقة. كلمة حلقة دي معناها كان عندنا سلك له طول اسمه ال، وعملنا منه لفة واحدة بس، هي واحدة. يبقى مين هو مين؟ طول السلك هو محيط الحلقة. سجل معايا عشان تفهم اكتر. يبقى اول شكل من اشكال الملف كان معانا سلك وعملنا منه ايه؟ حلقة زي السلك ده كده. اهو ده ايه اللي قدامنا ده؟ عملنا منه حلقة. خلاص كده؟ عيد تاني. تمام. يبقى مين هو نفسه مين؟ هو طول، هو محيط الحلقة او محيط اللفة الوحيدة. طب ما انا ممكن يبقى قدامي نفس السلك واعمل منه ملفتين، وممكن اعمل منه 4 لفات. فعلا. يبقى السلك ممكن يبقى ان 1 في 2 باي ار 1، وان 2 في 2 باي ار 2. اكيد في واحد هيقول لي مش فاهمك، اقول له صلي على النبي. بقول لحضرتك السلك من شويه كنا عاملينه حلقه ايه؟ واحده، وانت ارتضيت ان طول السلك يساوي عدد اللفات في المحيط. مش ده رضا بيننا وبين بعض؟ انا ممكن اجي اعمل السلك ده ادي لفه والتاني هكتب هنا 2 ان ب2، وهيبقى انا نصف قطر معين. وممكن اعمل نفس السلك بدل ما اعمله لفتين، ادي لفه 2 3 4 او 4 لفات. بس لاحظت ان نصف القطر بقى ايه؟ قليل خالص. يبقى دي المعلومه الثانيه. الخلاصه في الموضوع ده بعد ما اكتبها، شوفنا هكتب ايه. عملت لفتين، قال لي نصف القطر كان بكام؟ قال لي ب 8 سم مثلا. ال2 باي راح مع 2 ايه؟ يا عم رد عليها. 2 باي راح مع اليمه الثانيه بقى. عملت كام لف؟ 4. يبقى اكيد نصف القطر اصبح 4. ايه اللي انت ملاحظه؟ لما عدد اللفات زاد للايه؟ للضعف. نصف القطر خس النص. تبقى عندك كده، يلا مهمه جدا فاول طلعه كده على طول. يبقى معنى كده الخلاصه ان عندنا قانون هنطبقه في جميع الاحوال، ان ايه اللي يساوي عدد اللفات ومحيط اللف. دي الخلاصه بتاعت الكلام ده كله. مين ال؟ انا قلت والله طول السلك. مين ان؟ عدد اللفات بتاعت الملف الدائري. مين ار؟ متوسط نصف قطر اللفات. لاحظ انا قلت لفظ متوسط وما كتبتوش، لان احنا محتبرين ان انصاف الاقطار كلها مقدار ايه؟ ثابت. عارف انت بكره الحديد لما تكون لسه ما اتفكتش؟ بكره الحديد لما تكون ما اتفكتش بيبقى واخد المنظر ده كده. لما تقع من العربيه وتتفرفط على الارض تلاقي عملت كده، فردت كده. دي بقت حلزوني. احنا شغالين على مين؟ على الدائري. لسه بكره رابطينها جامد كده وهي بكره. لما تقع على الارض وتتفرد بيبقى الحلقه دي ورا الحلقه دي ورا. دي قصه ثانيه بقى، ده ملف الحلزون ده بعدين بقى. مين خد باله بقى؟ يبقى احنا معتبرين ايه؟ الله ينور عليك، متوسط انصاف اقطار وخلاص. عيد تاني. وصلت؟ وصل. يلا يا استاذ محمد ادينا القانون يلا. ان 1 على ان 2 يساوي ار 2 على، اسمعها منك بقى،
ان واحد على ان اتنين ار اتنين، حطها حلقه في ودنك. يبقى اللي عدد لفاته كبيره نصف قطره صغير، واللي عدد لفاته صغيره نصف قطره كبير. ليك حاجه عندي يابا تاني مظبطك اهو. بقول لي بقى يلا. اول حاجه بندرسها ايه حالا؟ شكل الملف. اشهر شكل ملف في لفظ ايه؟ حلقه دي بان بكام؟ بواحد. ممكن تكون ان باثنين، ممكن تكون ان باربعه. اقول تاني يا جماعه رد عليا. اذا معنى كده طول السلك ده نقدر نقول ان بيساوي 16 في 2 باي. اللي انا حذفتها، ما انا حذفت 2 باي 2 باي. يعني نقدر نقول طول السلك كان كام باي؟ 32 باي. راجع ورايا كده. 2 في 8 بكام؟ 16 في 2 باي ب 32 باي. 4 في 4 بكام؟ في 2 باي اللي كنت حذفها يديك 32 باي. اعيد تاني. اعيد يا علاء. طب يلا. لما يكون الملف جزء من دورة، جزء من دورة، يعني بص كده حاجة شبه كده. ايه دي؟ مشهورة قوي دي، 3/4. حاجة شبه كده، حاجة كده. ما تظنش يا ابني. تيجي زعلان عشان جيت للدنيا. مين سمعك؟ لو طول ترجع ارجع. عدد اللفات يساوي ايه؟ الزاوية المنعكسة على 360. هو الفاضي ده كام درجة؟ 92 دي. بص الفاضي كام؟ 90. يبقى يا نهار اسود عدى. دول هيبقوا مهندسين. تقول له اظبط العمود على 90، يقول لك 90 92 يعني. ايه يعني اللي بنعملها كمية شويه كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اكتب عندك الزاويه بقى المنعكس على كام؟ 360. اللي تدي كام ربع؟ 3/4. اللهم صل على النبي. اظن فاهمين يا جماعه؟ فيلسوف الغبره يقول لك ايه؟ طب ما نجيبها بالنظر كده. طب هدي بالنظر. الله يكسفك راجل، الله يكسفك راجل. 32 درجه. هاتها بالنظر كده. عدد اللفات كام؟ ما تعرفش طبعا، صعب عليك. ده انت جاي ليه؟ عدد اللفات يساوي كام بقى؟ 360 ناقص 32 على 360. مين فاهم الموضوع ده؟ لا مؤاخذه. سيبكوا بقى من فاهمين؟ تقولش بقى هجيبها بدماغي واجيبها بربع مناخيري يمين. ولا مشرح سجلتم يا جماعه؟ ردوا عليا بقى. قولوا يلا بقى. عدد اللفات يجي ازاي؟ نفسي الطم على وشي. الزاويه يا اولاد المنعكسه على كام على طول؟ طيب عدد اللفات دي كام؟ دي بالنظر فعلا ممكن تيجي. طب دي بالنظر عدد اللفات كام؟ لكن هل دي تيجي بالنظر؟ ما تجيش بالنظر. هل في اي شكل ملف احنا ما خدناهوش؟ قول بقى ثاني يلا. الحلقه الكامله خدناها ولا لا؟ خدناها. اعاده اللف. يبقى عندنا سلك واحد زي ده كده، ولفنا مره عليه كام لفه؟ 2. نصف القطر الى حد ما كبير اهو. لكن لما نلفوه عليه 4 لفات، 2 3 4 لفات. هل هيبقى الموضوع هو 4 لفات اهو؟ لا طبعا، نصف القطر صغير خالص اهو. نصف القطر ايه؟ صغير. فقلنا كلما زاد مين قل مين؟ كلما زاد عدد اللفات عدد اللفات يزيد هنا كده، نصف القطر يبقى صغير. كل ما عدد اللفات يقل نصف القطر يبقى كبير. في النهايه لابد ان 1 R1 لما تنضرب في كام؟ في 2 باي تساوي مين؟ ان 2 R2 لما تنضرب، وكله في النهايه هيساوي طول مين؟ قبل اللف. طول السلك قبل اللف. الزوايا المشهوره خدناها. الزوايا الغير مشهوره عرفنا نتعامل معاها ازاي. خد لك صوره في اول معلومه. شكل المجال بقى. ادي سطح الورقه، وادي ورقه كمان هنعملها هي الملف.
تعمل الكلام ده اول ما تروح على طول، تحطه جنبك على المكتب وانت بتذاكر درس النهارده. هيكلفك ايه؟ ورقتين تعمل كده بالظبط، لا سلوك ولا غيره. ده هو بالنسبه لنا السلك. الجماعه بتوع الكهرباء اللي ما الكهربائيه يقول لك بندككوا السلك. يدكك السلك يعني بالظبط كده، يعني يحطه في الماسوره او كده والكلام ده. احنا نفس القصه، بس هندكك هنا كده في الفتحه دي والفتحه دي اهي. ايه الملف يدخل من هنا ويلف كده، بغض النظر بقى عن حالته بقى، ما احنا قلنا حالاته كلها، نص دوره، ربع دوره، دوره كامله، عدد من اللفات. انا ما يشغلنيش، انا يلزمني تعمل الكلام ده في البيت عشان تعرف ان في حاجه اسمها مركز الملف وحاجه اسمها حول الملف. تعمل نموذج صغير زي ده كده، حطه جنبك على المكتب وانت قاعد بتذاكر كويس. هرسم بقى اللي انا عامله ده وجنبي كده والشرح كله عليه. صلى على النبي. ادي الورقه اللي عملناها من شويه، وادي الفتحه اللي هنا والفتحه اللي هنا، وادي بقى ما يمثل الملف. اللهم صل على سيدنا المصطفى. هم حالتين ما فيش غيرهم، يا الكهرباء مع عقارب الايه، يا الكهرباء عكس عقارب الساعه. ما تقعدش تفتي بقى، يلف يمين يلف شمال. انت صغير، طريق كبير ومتعلم وفاهم ان احنا نقصد ايه. بس نشتغل بقى. قلنا المجسم اللي انا عامله دي مش هو ده؟ يبقى لما اشاور هنا اقول ايه؟ لما اشاور جوه اهو، بعمل قلم كده اسمه مركز الملف. ولما اقول حول الملف حول، ازاي بنعرف شكل المجال؟ ببرادة الحديد. مش ده سلك؟ بنجيب برادة ايه ونحطها ننشرها هنا كده، بس الورقة تبقى معدولة كده، ثم نتركها ترقا ايه خفيفا. هلاقي برادة الحديد عملت الشكل اللي هرسمه دلوقتي. ايه هو بقى الشكل ده؟ اولا التيار بتاع ده طالع، تيار طالع يبقى المجال بتاعنا اهو. اللهم صل على النبي. وده تيار نازل، قال له المجال بتاعنا اهو. استاذ محمد، انت عايز تقول يعني كأن السلك ده الاسفل والسلك ده الاعلى، وهيبقى بره طرح وجوه جمع؟ انا اقصد كده. يعني انت قصدك عند المركز هنا بتاع الملف كده الاتنين دول بيساعدوا بعض؟ ايوه. يعني انت عايز تقول يعني ان الخطوط دي كأنها قلب مغناطيس؟ قلب جواه يعني. قال له يعني كأن ده قطب ساوز وده قطب نورس. ايوه. طب بره المغناطيس نورث ساوز، نورث ساوز. قلت تاني كده، ايه دي؟ قلب المغناطيس. يبقى بره هنا ساوز وورا ايه؟ نورث. نشرح الكلام ده هنا ساعة ما طبعا بحس ان انتوا هتحرقوا جاز بلحق على طول. ده طياره طالع لفوق، يبقى اللفه بتاعته اهي. والله كل حاجه بص على عينك يا تاجر. اخترعت يا عم، رد عليا. ده طياره طالع لفين؟ مجال اهو. ده طياره نازل ليه؟ مجال اهو. كانك بتطبق قاعده اليد اليمنى في كل جنب. اللهم صل على النبي. يلا بقى قول لي، اعمل ايدك اليمين يلا عشان اتاكد يلا ان كلامنا صح. الطيار بتاع الجنب ده اهو طالع، ده اهو طالع اهو. يلا يا جماعه بالله عليكم عشان نبقى متاكدين من معلوماتنا. الابهام اهو داخل اهو فعلا. الابهام اهو العكس كده. اللي قدام الملف كانه قطب ايه؟ كانه ساوز. اللي ورا الملف قطب ايه؟ نورث. يبقى الملف هنا المجال بتاعه بيعدي منين لمنين؟ من الساوز للايه؟ كانه قلب مغناطيس. طب بره نورث ساوز، بره نورث ساوز. ايه الكلام بقى؟ يبقى قول بقى يلا. الملف الدائري، اسمع،
يشبه مجاله مغناطيس قصير عند المركز في القلب المجال من الساوث للنورث حول الملف خطوط بيضاوية فقدت دائريتها. طب دي جبناها منين بقى؟ انا هطلع للوش اللي بره ده، لما امسح دول كده يديني شكل ايه؟ شكل بيضاوي. يديني شكل ايه يا جماعه؟ اللي هو تقاطع دايره من دي مع دايره من دي. بس انت جاي منين؟ من نورث رايح لمين؟ وانت جاي منين؟ رايح لمين؟ لكن جوه بقى بالظبط كده. عيد تاني، عيد تاني يا جماعه. طبعا المجسم ده هيفرق معاك ايه؟ جدا. طب اكتبها ازاي بقى؟ اكتب لي عندك كده. يشبه المجال مغناطيس قصير على شكل قرص. فين الازهر؟ يا ريت نعرف اللفظ بتاع القرص ده، لان الحلزوني هيبقى قضيب، اسمعها من الازهريه. ها، الدائري يبقى قرص، الحلزوني يبقى قضيب. عند القلب، بلاش كلمه القلب دي، عند الايه بقى؟ المركز. خطوط قصيره مستقيمه متوازيه. اسمع الوصف، اسمع الوصف يا جماعه. خطوط قصيره، فعلا قصيره ايه؟ مستقيمه ايه؟ متوازيه. منين لمنين؟ والله قلت من الساوث للنورث حوله، يعني حول مين؟ ها دي عايده على مين؟ الملف. بيضاويه. واكيد من النورث لايه؟ للساوث. بيضاويه من النورث للساوث. نكمل المسيره بتاعتها. وصف لذيذ، وصف مختصر، وصف فيه الشفاء. اسمع بقى يلا. شكل المجال ايه بقى؟ يشبه مغناطيس ايه؟ يا جماعه ردوا عليا. يشبه ايه؟ على شكل ايه قلنا؟ يا ريت حد معاه جنيه. جنيه هرجعه له تاني وربنا. انا بقول لك ياخد الجنيه ويضرب عليه. جنيه اهو، جنيه فضيه ولا جنيه معدن اهو. ليه وش ملك وش كتاب. وش ملك وش ايه؟ انت بتروح بالجنيه اللي بتروح تشعبيط. المهم خلاص بقى، خلاص بقى. طب بص لي، طب انا اسف، طب حقك عليا. ادي الجنيه اهو. شوف مكان الجنيه فين. انا همسك الجنيه بالورقه كده. اه والله. الجنيه فين؟ تحت الملف بالظبط. الجنيه ليه كام وجه؟ وجه يميت كنتوا مكتوب عليه ايه؟ ساوز. طب والوجه الثاني مكتوب عليه ايه؟ يبقى فعلا ها الجنيه بالنسبه لنا لما ثابت قرص. اسمع يا جماعه ايه؟ وجه يميت كنت اهو ساوز، وجه يميت انا نورث. عيد تاني يا جماعه. جوه الجنيه ساوز نورث، بره الجنيه نورث ساوز. صعبه؟ بنشرح بسرعه ولا واحده واحده؟ قواعد اكتب عندك. طب في بشر فيه المميزات دي؟ ابدا. اول ما تديله ظهرك بس تلاقي عمال يقطع في فروتك. قواعد تحديد. لذلك البهايم رحمه من عند ربك. قواعد يا ولاد بقى تحديد اتجاه المجال. انا عن نفسي ما بحبش اكتبها كده، بحب اكتبها ايه؟ قواعد تحديد قطبيه. الله على الجمله دي، الملف. قطبيه يعني ما احنا لسه قايلين يا ولاد مغناطيس. مش قلنا لفظ مغناطيس؟ ومغناطيس ليه ايه؟ اقطاب. قطب ايه وقطب ايه؟ بس هي دي معنى قطبيه. توكلنا على الله. ابدا بالسهله ولا الصعبه؟ ابدا بالسهله والمهم قوي. قاعده عقارب الايه؟ قاعده عقارب الساعه. انا بحب اسميها اسم خاص بمحمد العربي كده، اسمها قاعده الجنه. اسمها قاعده ايه يا اولاد؟ الجنه. اسمها قاعده ايه؟ ليه بقى؟ هو مين اللي بيخش الجنه؟ مين بيخش الجنه؟ اصحاب اليمين ما وصلتش. مين بيخش الجنه؟ اصحاب الايه؟ بالظبط. اصحاب اليمين بيخشوا الجنه. الله. طب يعني ايه برضه؟ عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول قدام السبوره اهي قطب جنوب، ورا السبوره قطب
شمالي، يبقى المجال داخل لجوه اهو اهو، المجال اهو لجوه اهو، يبقى كده المجال لجوه اهو. كذلك برضو السبوره على الملف، يبقى قدام السبوره سوز، ورا السبوره نورث. المجال عمودي كده. انسى بقى موضوع الاسهم ده، خلاص انساه، لان هو واقع بنعبر عنه بالرمز ده. ده واقع اهو، بيحكي عن الواقع. ده قطب جنوب وده قطب شمال، المجال داخل كده. داخل دي ما بنكتبهاش كده، بنرمزها بالرمز ده. ايوه، يبقى ده مين؟ ده تيار، وده ايه؟ ده مجال. شكرا. خير الكلام ما قل وايه ودل. قولها بقى، يلا بقى. اذا كان التيار مع عقارب الايه؟ يعني من اصحاب اليمين. اصحاب اليمين هم اصحاب الجنه. اما اصحاب الشمال العكس على طول بقى. التاريخ دول يطلعوا، هم هيخشوا الجنه ويطلعوا ازاي؟ اللي بيخش الجنه ما بيطلعش تاني، خالدين فيها ايه؟ زي التانيين برضو بتوع النار. النار بيطلعوا، ما انا عارف. ولذلك تلاقي خالدين فيها ابدا في النار ما اتذكرتش غير مره واحده. واخد بالك ازاي؟ اما اللي بيعملوا اخطاء يقول لك جزاؤهم جهنم، جزاؤهم كذا، لان ربنا عامل حسابه انه هيطلعهم. ده حقيقي. خالدين فيها ابدا دول اللي ماتوا وما قالوش في حياتهم كلمه لا اله الا الله. كل من قال لا اله الا الله ان شاء الله في الجنه. طب افرض لا اله الا الله وكان منافق، هيتعذب ويرجع يخش. فاهمني ازاي؟ لكن اللي هو اللي قايل بقى لا اله الا الله عن حق، والكافر ده، الكافر ده معناه زي ما قلنا كده، ما قالش لا اله الا الله خالص في حياته. فنرجع لموضوعنا. فان كانوا دول هيخشوا الايه؟ الجنه، فدول العكس. فاهمني ازاي؟ مش طالعين بقى، مش هينفع نقول طالعين، دي العكس وخلاص. اقول تاني، دي اسمها عكس عقارب الايه؟ احنا ظننا بربنا ايه؟ خيرا. ظننا بربنا خيرا، ان الله رب رحيم. ده ظننا يعني، واحنا لن ندخل الجنه بالاعمال وعمرنا، امال بايه؟ برحمه ربنا فقط. سجلها عندك كده، عقارب الساعه. هضم لك مع عقارب الساعه حرف الاس. يعني حرف الاس، شايف حرف الاس ده؟ اول حرف من كلمه ايه؟ سوز. مش ملاحظ ان الاس عاملين له سهم كده بتاع الطيار؟ فبنقول له القاعده الثانيه بتاعت سوز ونورس دي، حرف الان هنا مايص، حرف ان مايص اهو، اول حرف من كلمه ايه؟ نورس. نطبقه اللي احنا عملناه تحت ده. ايه ده يا اولاد؟ سوز. قول معايا بقى، اذا نظرنا لاحد اوجه الملف، اسمع، وكان التيار مع عقارب الايه؟ اذا الوجه الذي ننظر اليه وجها سوزيا جنوبيا اماميا. حلوه سوزيا دي، ها؟ سوزيا جنوبيا اماميا، يبقى الاخر ايه؟ العكس، ما تتكلمش. طب اذا نظرنا لاحد اوجه الملف وكان التيار عكس عقارب الايه؟ اذا هذا وجها نرسيا شماليا. لان عكس عقارب الايه؟ الساعه. عيد تاني بقى، ما انت الله فهمته. اعمل لي برضه حرف الاس وحرف الان، حاجات شياكه كده. عيد تاني، تيجي عند الاس وتعمل كده. ما معنى كده؟ المجال اللي فين؟ تيجي هنا وتعمل كده، معناها ايه ديت؟ عكس عقارب الاربعه. عقدتك في حاجه؟ شافوا بقى عشان نروح للقانون وننهي كده الشرح بتاع النهارده. شرح بسيط خالص. نستخدم البوصله او البوصله او الابره المغناطيسيه. كلام سهل قوي. اسمع يا محمد بيه، احنا عندنا غنوه رفيفه كده، يعني غنوه رقيقه، وان كان ما يصحش احنا نغني دلوقتي. قول ورايا، حط البوصله عند المركز، بوصله تشاور على المجال. حط الابره عند المركز، ابره تشاور المجال اهو. المجال اللي هو القطب ايه؟ الشمالي. يبقى ظهرك لمين؟ للجنوب. اهي باينه، انا هسيب القلم اهو، ادري سبت القلم اهو. قول بقى يلا بقى، عندما نضع الابره فين؟ عند المركز، ده احنا بنحدد القطبيه. لكن الابره تشير لمين؟ للمجال. ما معنى تشير للمجال؟ يعني القطب الشمالي. يبقى ظهرها لمين؟ اوعى للجنوب. صينيك على الكلام. خلاص نلف الصينيه كده. المجال بقى طالع لكم انتوا، طالع لكم انتوا، يبقى ده قطب ايه؟ ده شمال اهو، وهناك ايه؟ جنوب. تعرف تعمل النموذج ده في البيت؟ كل الشرح معتمد عليه.
هو حاجه هايفه بورقتين يعني. عيد تاني. اكتب عندك القانون المستخدم لحساب كثافه الفيض عند المركز. نسمع كده، شدني يمك. القانون، اكتب عندك، المستخدم لحساب ب عند المركز. القانون المستخدم لحساب ايه؟ ب عند المركز. سيب اللي في ايدك، يلا سمي الله كده. ايه رايك في الملف الحلو ده؟ حلو؟ حلو. ايه رايك في الملف الحلوه ده اللي احلى منه ده؟ حلو برضه؟ تالي حلو. ايه الفرق بين ده وده؟ ده عامل زي الواحد الطويل. الواحد الطويل غالب الجماعه اللي هم الطوال طيبين يعني. غالب الجماعه القصيرين بعضهم يعني مكار شويه. فالمهم، فنصف القطر هنا دي بي عكسي مع الار. بي عكسي مع الار. طب نقولها ايه علاقه الطول والقصر باللي انا بشرحه؟ ما انت لما يبقى التيار هنا كده وبعدين اقول حواليه مجال، شوف المجال على ما يوصل للمركز هيبقى ضعيف قد ايه. لكن هنا لما يبقى حواليه مجال، المجال بص المركز قريب خالص ازاي؟ ما لحقتش الخطوط تفقد كثافه الفيض بتاعتها. احنا قلنا عند السلك تلاقي دوائر زحمه كده، كل ما نبعد عن السلك تتباعد. مش حصل؟ يبقى انا كل ما يبقى نصف القطر كبير تاثيرها على المركز بسيط. صح ولا لا؟ لكن بتبقى المؤاخذه بالبلدي كده متنبكه في ايه؟ مش ساعات تلاقي عيل كده اهو قد كده اهو وزع كده اهو ومتنبك في بعضه، تخبط ايدك توجعك، كتله عضليه. صح ولا لا؟ وتلاقي واحد طويل خالص ظرافه تيجي عامله كده اجواء ورقه. ها؟ ولا انتش معايا؟ نفس القصه. عضلاتك مقويه قلبك. اجري لا. الحاجه اللي وراها ان بي طرد مع عدد اللفات. هل لفه واحده اكتر ولا لفات كتير او اكتر؟ لفات كتير اكتر طبعا. طيب بي طرد مع شده التيار. يبقى النهارده لما يبقى عندي حلقه واحده وتيارها 5 امبير تعمل مجال قوي، ولا لما يبقى مجالها 50 امبير تعمل مجال قوي جدا؟ ده 50 امبير طبعا. لمي لي بقى الحاجات دي كلها. المعادله رقم كام؟ 1. المعادله رقم 2. المعادله رقم 3. بي طردي مع ان اي على ار. يا قوم، من هي ان؟ من هو اي؟ من هو ار؟ شيل علامه التناسب وحط مقدار ايه. يا سلام على الدرس الجميل في النهار الجميل في اليوم الجميل. لاحظ ان المقدار الثابت هناك كان ميو على 2 باي، هنا ميو على 2 بس. اكتب عندك يلا يا جماعه. في السلك قانون امبير الدائري، يا رب استرها يا رب. كان القانون ايه يا جماعه؟ يا استاذ، يا استاذ ما تدقش معايا، انت عايزني افتكر من 48 ساعه انا كنت كاتب ايه؟ ده قانون السلك. قول له النبي. ده قانون مين؟ اسمه قانون امبير الدائري، اسمه كده امبير ايه؟ لكن ده اسمه قانون الملف الدائري. حياة سيدك اللملومي، سيدك اللملومي، لازم تفرق بين امبير الدائري والملف الدائري.